لما يظهر بطل وسط حصار الاحتلال، بطل يتجمع عشانه شعب بالكامل ويهتف باسمه، ولما يكون الاحتلال مستغل كل ثرواتك ومواردك وناهب خيرات بلدك، حتى ولادك جرهم معاه في حرب ملناش علاقة بيها. فكان لازم تقوم ثورة حقيقية تجمع كل فئات الشعب المصري. إنه سعد زغلول، وإنها ثورة 19 في حكاية برا الملك. في سنة 1914 تقوم الحرب العالمية الأولى، ويتقسم العالم لفريقين، دول الحلفاء ودول المركز. ودول الحلفاء كانوا انجلترا وفرنسا وروسيا، أما دول المركز كانت ألمانيا والمجر والنمسا والدولة العثمانية. وبسبب دخول الدولة العثمانية الحرب ضد انجلترا، تقوم انجلترا إلغاء سيادة الدولة العثمانية على مصر، وتفرض الحماية البريطانية، وتعزل الخديوي عباس الثاني، وتعين السلطان حسين كامل بداله. وطبعا انجلترا استغلت مصر أسوأ استغلال أثناء الحرب العالمية الأولى، وكانت فعلا واخدة كل موارد مصر لصالحها، ده غير زيادة الأسعار على السلع والخدمات والمواصلات. ده كمان فرضوا الأحكام العرفية على المصريين. وهنا يظهر في مصر قائد بطل يقدر يجمع الشعب المصري كله حواليه، الزعيم سعد باشا زغلول. سعد زغلول المحامي المصري، واللي تولى العديد من المناصب العليا في مصر، زي ناظر المعارف العمومية وناظر الحقانية ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء والنواب. تزوج سعد زغلول من صفية بنت مصطفى باشا فهمي رئيس وزراء مصر 3 مرات أيام الاحتلال الإنجليزي. وفي نهاية 1918 تنتهي الحرب العالمية الأولى بانتصار انجلترا وحلفائها، وتم الاتفاق على عمل مؤتمر للصلح في باريس. وفي نفس الوقت ده كان الأمير طسم بيعرض على سعد باشا زغلول فكرة تشكيل الوفد المصري للمطالبة بحق الشعب المصري في تقرير مصيره، والمطالبة بالاستقلال عن بريطانيا. وفي يوم 13 نوفمبر 1918 يروح سعد باشا زغلول وعبد العزيز بيك فهمي وعلي باشا شعراوي عشان يقابلوا المندوب السامي البريطاني اللورد وينجت. وبمجرد ما عرضوا عليه مطالبهم بالسفر لمؤتمر الصلح في باريس عشان يعرضوا قضية مصر في الاستقلال عن بريطانيا، راح اللورد البريطاني رافض طلباتهم وقال لهم صفاتكم ايه عشان تتكلموا باسم الشعب المصري. وطبعا بما ان سعد زغلول واللي معاه هم بتوع القانون، فعلى طول جت في دماغهم فكرة جمع توكيلات من الشعب المصري عشان يكون ليهم صفة في تمثيل مصر. وبالفعل يبدأ سعد زغلول واللي معاه في جمع التوكيلات من الشعب المصري، واللي كان متعاون جدا لدرجة ان الشعب نفسه كان بيساعد في جمع التوكيلات عشان يبقى سعد زغلول والوفد المصري ممثلين لمصر في مؤتمر الصلح والمطالبة بالاستقلال عن بريطانيا. وطبعا رئيس الوزراء المصري حسين باشا رشدي كان ليه دور كبير في جمع التوكيلات، واللي أصدر تعليماته للمسؤولين في المديريات بعدم اعتراض عملية جمع التوكيلات. ووصل عدد التوكيلات اللي جمعها سعد زغلول والوفد المصري ل 2 مليون توكيل، وده يعتبر رقم كبير جدا لأن الشعب المصري كله كان على بعضه 14 مليون مواطن. وبالرغم من تجميعهم للعدد الرهيب من التوكيلات، إلا أنه تم رفض طلبهم لحضور مؤتمر الصلح لتاني مرة. وعشان كل الأحداث اللي فاتت، وبالإضافة للامتيازات الأجنبية الممنوحة للأجانب، وكمان وجود المحاكم المختلطة، خلت الشعب المصري يحس بالغربة على أرضه، وده اللي خلى الشعب في حالة غليان ومستعد للثورة. وفي يوم 8 مارس 1919 تقرر الحكومة البريطانية اعتقال سعد زغلول واسماعيل صدقي ومحمد محمود وحمد الباسل ونفيهم لجزيرة مالطا. وفي يوم 9 مارس 1919 تخرج المظاهرات ضد الاحتلال الانجليزي في مصر كلها، وتحصل الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الانجليزية. سعد يحيى سعد يحيى سعد، نموت وتحيا مصر، نموت وتحيا مصر، نعيش مصر حرة مستقلة، نعيش مصر
وتتوالى الأحداث بعد يوم 9 مارس، ويتم قطع خطوط الاتصال والمواصلات والسكك الحديدية، ويبدأ المصريين في تشكيل لجان ثورية عشان تقدر تنظم النضال ضد الإنجليز. والأول مرة في تاريخ مصر تظهر الست المصرية الأصيلة في مظاهرات ضد الاحتلال، ومشاركة 300 ست مصرية حرة. وهنا تقوم إنجلترا بقصف القرى المصرية بالطائرات عشان تحاول القضاء على المظاهرات، فيقوم المصريين بزيادة الخطوات التصعيدية، ويتم عمل إضراب عام، ويبدأ تشكيل جماعات سرية لمقاومة الاحتلال الإنجليزي. وطبعا محدش يقدر ينكر دور صفية زغلول، واللي فتحت بيت الأمة للشعب المصري بعد اعتقال سعد باشا زغلول، وعشان كده سموها أم المصريين. وعلى فكرة بيت الأمة هو بيت سعد زغلول نفسه. وفي يوم 17 إبريل وبعد صمود الشعب المصري تقرر إنجلترا إنها تغير سياسة العنف، واللي شافت إن هي مش هتنفع مع المصريين، فقررت الإفراج عن سعد زغلول واللي معاه. ومش بس كده، سمحت لهم كمان بالسفر لمؤتمر الصلح في باريس لعرض القضية المصرية. وبالفعل يسافر سعد زغلول والوفد المصري لمؤتمر الصلح في باريس، ويعرضوا قضية استقلال مصر عن بريطانيا على دول العالم. وهنا تيجي الصدمة اللي ما كانش يتوقعها سعد زغلول، وهي اعتراف أغلب دول العالم بالحماية البريطانية على مصر. وأصبح الاعتراف بالحماية البريطانية من ضمن بنود اتفاقية فرساي أو معاهدة فرساي، واللي هنتكلم عنها في حلقة منفصلة، واللي كانت السبب في الحرب العالمية الثانية. في الوقت ده يبعت سعد زغلول برقية لأعضاء اللجنة المركزية للوفد بالقاهرة، وفي جزء من البرقية بيقول: من يوم وصولنا والأبواب مقفلة وحبط كل مجهود وسعي، ولقد اعترفت ألمانيا في معاهدة الصلح بالحماية. وطبعا كان يقصد الحماية البريطانية. ومع تتابع الأحداث يأسس عبد الرحمن فهمي تنظيم سري لمقاومة الاحتلال. وطبعا عبد الرحمن فهمي كان عنده خبرة كبيرة بحكم خدمته في الحربية والبوليس. وفي نفس الوقت اللي كان فيه سعد زغلول والوفد المصري موجودين في باريس، تقرر انجلترا ارسال لجنة لمصر برئاسة وزير المستعمرات ألفريد ميلنر، واللي اتسمت بعد كده بلجنة ميلنر، عشان تحقق في الاضطرابات الموجودة في مصر. وعشان المصريين كانوا على كلمة راجل واحد، تمت مقاطعة لجنة ميلنر، ورفض المصريين التعاون مع اللجنة. وده لأن تعاون المصريين مع اللجنة معناه إن سعد زغلول والوفد المصري أصبح بدون صفة، لأن المفروض إن اللجنة تتعامل مع ممثلين الشعب، واللي هم أصلا موجودين في فرنسا. وهنا يقرر الوفد المصري الاستمرار في أوروبا، ومحاولة إقناع حكومات الدول الأوروبية بدعم مطالب مصر بالاستقلال. وفي أول يوليو 1920 تقرر الحكومة البريطانية إلقاء القبض على عبد الرحمن فهمي بتهمة تشكيل تنظيم سري. والخبر ده كان صدمة كبيرة لسعد زغلول والوفد المصري في أوروبا. وفي يوم 25 إبريل 1921 يرجع سعد زغلول والوفد المصري لمصر، ويتم مقابلتهم من الشعب المصري مقابلة الأبطال. وفي يوم 22 ديسمبر 1921 تقرر الحماية البريطانية القبض على سعد زغلول ونفيه، مع منع ذكر اسمه في أي تجمعات. وفي أثناء نفي سعد زغلول للمرة الثانية في جزيرة سيشيل، تعلن إنجلترا تصريح 28 فبراير 1922، واللي بناء عليه بتتحول مصر من تبعية الدولة العثمانية إلى دولة ملكية، ويتحول السلطان أحمد فؤاد إلى الملك فؤاد الأول. وده في حد ذاته يعتبر اعتراف جزئي من إنجلترا باستقلال مصر. وفي يوم 3 إبريل 1922 يتم تشكيل لجنة من 30 عضو لوضع الدستور المصري وقانون الانتخابات الجديد، وكانت اللجنة برئاسة حسين رشدي. وبالفعل يصدر الدستور المصري 1923، واللي أكد إن نظام الحكم في مصر ملكي، وأكد على حرية الرأي والفكر والصحافة وأهمية التعليم. وطبقا لإصدار الدستور المصري تصدر إنجلترا قرار بإلغاء الأحكام العرفية. وفي يوم 17 ديسمبر 1923 يوصل سعد زغلول واللي معاه من المنفى وسط حشود كبيرة من الشعب المصري، ولكن
عشان الاستقلال اللي حصل كان مجرد استقلال جزئي، ولأن الشعب المصري كان عايز الاستقلال التام، فكان لازم تفضل الثورة مستمرة.